بحثا عن أرشيف نادر وخوضا في تاريخ مجهول، نقرأ قصة ثورة وعلاقة. مصطفى البرزاني، تحت المجهر. أراد الوصول إلى أمريكا فاختار إسرائيل طريقا، والطريق إلى إسرائيل مر بإيران. مثلث من العلاقات ابتلع القضية الكردية زمنا. مصطفى البرزاني، تحت المجهر، الجزء الثاني، يأتيكم الخميس في 12:50 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. أراد الوصول إلى أمريكا فاختار إسرائيل طريقا، والطريق إلى إسرائيل مر بإيران. مثلث من العلاقات ابتلع القضية الكردية زمنا. مصطفى البرزاني، تحت المجهر، الجزء الثاني، يأتيكم بعد قليل. نمسح الغبار عن أيام مضت، لتاريخ لم يبق لأصحابه إلا آثاره. البراءة لا تزال في انتظار أمان مفقود، وإلى أن يجد من يريد طريق الأمان نسير في طريق البحث عن آثار الراحلين الذين تركوا من بعدهم في انتظار الأمان. كي يكون هناك أمان فلا بد أن يسبقه قتال. هكذا فهمت الأجيال من الحروب. من يقاوم حر الصيف يبحث عن قمم الجبال. من يقاوم برد الشتاء في الجبال فلا بد له من كهوف، حتى ولو كانت من صنع يديه. تاريخ سطره المقاتلون قبل أن يكتبه المؤرخون. هذا النفق من عمل ملا مصطفى البرزاني ورجاله عندما كانوا مطاردين من الحكومة العراقية. أولئك قضوا حياتهم ثائرين في الجبال والأنفاق والسجون والمنافي. من ورثهم سكنوا البيوت والقصور والمقرات ويديرون الوزارات. حقا كما قال الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن الخوف ملتصق بمستقبل مرهون بمصالح دولية، هو المستقبل نفسه الذي حل على جمهورية مهاباد في إيران. فالصيف حل على أساس
بناءاتها المبني على ثلج، فأذابه وانهارت الجمهورية دون أن يبقى لها أثر. البارزاني كانت الخيارات أمامه صعبة، تفاوضه مع العراق للعودة لم يثمر عن شيء. خير رجاله بين من يريد العودة مع تحمل مسؤولياته وبين من يريد البقاء معه لأصعب الخيارات. نبحث عن أحد مرافقي البارزاني في رحلته الطويلة إلى بلاد السوفيت عام 47. أغلبهم قد وافتهم المنية، ومن بقي فهو في شيخوخته. سمعنا بوجود أحدهم في هذه القرية النائية، كان وهو يافع مرافقا للبارزاني في رحلته الطويلة. لا يتمالك نفسه عند الحديث عن الرحلة. او مثلا كملت بارزان جریان و بو عراقی ملا مصطفی خوب دست و ندا. ملا مصطفی یعنی قدره که چون یعنی دورا مزوریا قضا مرگ سوری لویری دست دانستانده که دولت عراقی بو اوی اگر ممکن بیتن تک دست کفت سیاسی بو ملت کرد پیدا بکتن. او یعنی وقت جوابات یا بملا مصطفی گو اگر بیتن بی مثلا بی قید و شرط بی مثلا او یعنی ام ترازی نبیتب اگه نه ملا مصطفی حضرت گشتی که اوه یعنی تیچونا یعنی ملت کرده ملا مصطفی یعنی او ری دست نشان که روسیا داره یا روسیا زورا بزحمت بود. خريطة رحلة البارزاني إلى الاتحاد السوفيتي تبدأ بالانسحاب من مهاباد ومواجهات مع الجيش الإيراني، تمر بالعراق ومواجهات مع الجيش العراقي، تدخل الأراضي التركية، تجنب المواجهة عائدا إلى إيران في أقصى شمالها نحو أرمينيا. وصل الأراضي السوفيتية في رحلة قدرت ب500 كيلومتر مشيا في جبال وشتاء. حالت روزة شوني لحال ناف عراقي دست مثلا طيارة انجليزا و يت عراقي دست بمباران العسكري كن هر جي كي امت شوني دا مثلا ويري بمباران كن ام پرينا بالعراق ام شوني گوند بايل كردستان تركيا لتشيا سبيريز يل كردستان تركيا الويري طيارة طوان هاتن يت تركا دست بعد بمباران كردو يعني الويري بمبطابتن رشاش ريشان دو يعني هنديك وان يعني او كد يعني دا او كد بس خوشبختانه الويري متش شهيد ندان دوای چل گنده جرمل هندا و زیوی هم داخل ایرانی بود چون ایران الویره یعنی پراستی دشمن کاریه که زورا مزن یعنی ایران دولت ایران که دیگه مثلا لشکری ملا مصطفی کرد. الباحث العربي دكتور إدموند غريب أعد دراسة عن الحركة الكردية المسلحة بقيادة ملا مصطفى البارزاني وعلاقته مع حكومات العراق، وقد التقى البارزاني في المنفى بواشنطن آخر عمره. قام بمسيرته الطويلة بعد سقوط مهاباد، انسحب مع 500 من مقاتليه عبر وقاتل القوات العراقية والتركية لحد ما، ولكن طبعا كان قتاله ضد القوات الإيرانية بشكل أساسي وانسحب إلى الاتحاد السوفيتي وكانت ظروف صعبة جدا، وكانت هذه إحدى الأشياء التي تحدث عنها. رغم عدم التكافؤ العسكري بين قوة البارزاني والجيش الإيراني كان لابد من الاستعداد للمواجهة. يعني كده سي بشكا كي البيشيو مثلا الريراويت شو أمر ملا مصطفى هر يعني كشتار هبي ونبيت هر شكل كي بيرا واسطان تبيا لجمن بشكين نو بتشن أما مثلا واجبي وان بأركي وان بيبتشي أركي ينيبكي او بو مثلا جنونی بکی او بو اگر پیویز بو مثلا شهید دابوانا یا هارکاریک بو یا او پیشی کرد بو یا دوای
باشی دوایان پشک دوای او بو مس اگر شهیدک نخوش کسک هبوا یعنی بیچاره بوا کو یعنی لیره یعنی وان هاری کاری که بجنه هرابات نامدست دجمن دا. غني بلوريان كان من مرشحي جمهورية مهاباد لدورات عسكرية في الاتحاد السوفيتي. بعد عودته لم تعد هناك جمهورية مهاباد. وقرانو من هنا خدمة قرانو لباس داينيو استيران داينيو جمهوري. وانا ما هم دبر كردو اخو ما حاضرك بينه بياني بينه الشيء اللي بس كان ورقته شنو هو ده كمانو بياني راديو هندوستان ما جوي لقيت بفارسي في قشوني ايران هاتتو اذربيجان وبرو كردستان دروه ملا مصطفى لا منطقينا غدا وانا تلقى حكومة ايران توشي شرو دجيلي إذا ما ديتمان أميد من برا كمارة كمان تكسو. بلوريان بعد عودته من السوفيت حكم عليه بالإعدام. لم ينفذ الحكم. بقي 25 عاما حتى سقوط الشاه بعد ثورة الخميني. يتذكر ما رواه له زميله في المعتقل عن رحلة البارزاني إلى السوفيت. أو باصي بارزاني بودك الدين دشاخي وشي أمل شيابون بفر زوربو مال من دالي بارزانيش كشابون ودواوا بني او بفرانه درويش برو عراق برون جنان من دالان دبو لسر بفري دا بروانه دا فيشا دمن فنغلا دنا درويش. شتت السوفيت شمل البارزانيين في جمهورياتهم. في البداية تم التعامل معهم كأسرى حرب. سوء المعاملة معهم استمر حتى وفاة ستالين. فسر البعض سبب ذلك بعدم استجابة البارزاني ورجاله لتبني الشيوعية. ولما المصطفى شان صار الويري بالنبوة الشيوعي ونقوي يجد بين الشيوعي. شانت مثلا وقت تشاباز بيست كسك لوريك عسكري دون جماجيك عسكري بدا بود. وكان بقول دارا شن معناه حركة واردة تفكير ما تف وان وارد بقيام يخسرت ألمانيا. وقد شرح لي بالتفصيل ما حصل معهم، كيف أنهم أبعدوا إلى الكولخوزات وأهينوا يعني من جانب المسؤولين في عهد ستالين. وكما أن تجربته السلبية مع بعض القيادات السوفيتية جعلته ينفر إلى حد ما من الاتحاد من السوفيت ومن التجربة السوفيتية، ومن هنا بدأ يشعر بأهمية الولايات المتحدة. حرص البارزاني على تشكيل علاقات وثيقة مع الاتحاد السوفيتي، فقد كان قوة عظمى لها ثقلها في الميزان الدولي، وشعر أن السوفيت انقلبوا عليه، فقد زودوا الجيش العراقي بالأسلحة في الحرب ضد حركة البارزاني التي بدأتها حكومة عبد الكريم قاسم عام 61 ومرورا بالحكومات التي تعاقبت بعد ذلك حتى عام 75. بله معلوماتي تواو هي أكيد لسري كخبراء زور لجيش عراقي استتدريبي أم جيش أكن ولا قيادات جيش أبي كلا كردستان مشترك لحركات خبراء روسي موجود لتخطيط اشتراك أكن وبتصوري إما لتيوب استودو كقصف كردستاني كردو أوان مشتركن چونك تا طيارين عراقي تدريبيا تواونا كردو. قضى البارزاني ما يقارب 12 سنة في المنفى السوفيتي، وعاد عام 58 بعد انقلاب عبد الكريم قاسم على الملكية في العراق. استقبل البارزاني في بغداد استقبال الكبار. شهر العسل بينه وبين قاسم لم يدم طويلا. بدأت الحرب من جديد بينهما بعد 2 من عودة البارزاني الذي ترك بغداد عائدا إلى كردستان للاستعداد لحربه الجديدة التي سميت بثورة أيلول. فؤاد عارف كان وزيرا في حكومة قاسم،
وقبلها مرافقا للملوك في عهد الملكية، ثم نائبا لرئيس الوزراء في حكومة عبد الرحمن عارف. خريف العمر لم يأخذ منه بعد ذاكرته التي تضم تاريخ العراق. كريم قاسم كان رجل وطني، أقول لك صراحة، يعني مو عمي، كان رجل وطني مخلص، لكن ما عنده كفاءة حكومة، ما عنده خبرة، ما عنده كل شيء، وما كان يقبل من كفؤين حتى يتعاونوا وياه. ومدى مصطفى ايضا كان حقيقه مخلص الى كريم قاسم والى الحكومه العراقيه، لكن قلت لك الناس السوء، بطاله السوء عند كريم قاسم والتاثير الحكومه الانجليزيه وكذلك حكومه الجوار والناس السوء اللي اطرافها اللي كانت شنو هيك ضدك وما اعرف ايش الاشياء. هذا كريم قاسم مثل ما يقول، قلت لك ما عنده خبره وسريع التصديق. انا كنت حكيت ويا صديقي كلش، انا استقاليت إلا قام ضد الثورة الكردية. مثل كثير من قيادات البرجوازية للثورات يجري عليه تغييرات. جرى تغيير على قيادة الثورة في العراق على عبد الكريم قاسم، تحول من حكومة مسندة من الشعب وحكومة ديمقراطية إلى ديكتاتورية، وهذه الديكتاتورية تحول إلى ديكتاتورية عسكرية فردية فيما بعد. بدل ما يعمل من أجل حل المشكلة الكردية عقد المشكلة الكردية. وقت عبد الكريم قاسم بيبقى رئيس الوزراء لبي عقله علميتي خو، يعني كأنه ينتواني إدارة مملكة بيكن دست يعني كرد أو وأزانا كأنه غدر ظلم وتعدى بوا أبناء حكومة بو غدر ظلم وتعدى ملت مجبور بو لها ملاوى، حتى قسم كران كرشونا إيران، قسم كران كرشونا خارج، أواني كلا داخل أو مقاومات كر بسبب أواك أو مقاومته أو ثورة هستا سياستي غلطي عبد الكريم حتى استشكم حكومتي لباش أو هاتون استدستي بياكن، يعني أسباب أو بيبياويان أكشتن طالانيان أبر خلكان أجد ببي معنى هاد لسر تقاريري بيد أساس. لو غدروا ظلمك كجان درجة كيس نتواني بخوي داني شبر لأم حياتي خوي أمين بي لمالي خولج أوانا كثورة مجبور بن كمقاومتي أو غدروا ظلموا بعقلي أو تعدى نبكن كلا سر ملتيك. في المكان نفسه أسر بيشمركة البارزاني جنودا عراقيين في حروب سابقة. واقع يشهد أن التاريخ كان مشحونا بالحرب. قتال بالنسبة للجيش العراقي يكون على شكل أمر بدون أي قضايا أخرى، يعني يستلم أوامر الجيش وينفذ الأمر، مجرد بدون قضايا مثلا رغبة أو مثلا دافع أكو للقتال أو كره بين قوميتين، لا، مجرد أوامر والجيش ينفذ الأوامر. الأماني الجميلة كانت دونها جسور وأنهار صعبة العبور، جسور كانت معلقة في طريق البارزاني ومياه كانت تجري بعكس مصالحه. حاول عبور الجسور والسباحة عكس التيار، باحثا عما تفرزه المعادلات الدولية حتى ولو كان الفتات. طرق أبوابا وآخرون طرقوا بابه، من جعل الآخر جسرا ومن تمكن من العبور. علاقاته مع السوفيت لم تثمر عن شيء. مع إيران كانت في نظره شرا لا بد منه، ثقة مفقودة بين الطرفين كانت تسيطر على العلاقات. كان واضح جدا بأنه لا الشاه كان يثق بالبارزاني ولا البارزاني كان يثق بالشاه، وإنما كانت هناك مصالح جمعت الحركة الكردية مع إيران في فترة معينة، ولم يكن يثق بالحكومات المجاورة والحكومات الأخرى، وكان يعتقد أن الولايات المتحدة هي الضامن لأن الشاه لن يتخلى عن الأكراد، لأنه كانت لديه شكوك حول ذلك. فكر البارزاني في البديل، بحث عن طريق يوصله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في لحظة ما اقتنع أن الطريق إلى الولايات المتحدة تمر بإسرائيل، والطريق إلى إسرائيل تمر بإيران،
فاشترك في مثلث علاقة خطيرة كان هو طرفا فيها. العلاقة تلك أثارت وما زالت كثيرا من الجدل. بالنسبة لإسرائيل أيضا كان يأمل بأن تؤثر، أن يستخدم النفوذ مثل كثيرين من دول العالم يعتقدوا بأن الطريق إلى أمريكا هي ربما عبر إسرائيل، أو وأن هناك علاقات وثيقة بين البلدين، بالإضافة إلى الاعتقاد بأن اليهود والأكراد عانوا من تاريخيا من الظلم. مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق يتطرق في كتاب له عن والده إلى تفاصيل علاقاته المتنوعة ومنها مع إسرائيل، ويعتبر أن العلاقة تلك أخذت في الإعلام أكثر مما تستحق. من حق الشعب الكردي أن يقيم علاقات متوازنة مع الجميع، ولكن لم يقبل البارزاني في يوم من الأيام أن تكون هذه العلاقات على مصالح الشعوب العربية والأمة العربية. العلاقة مع إسرائيل أيضا كانت من الاعتقاد بأنه بحاجة إلى نوع من الدعم، وحتى يقال أنه نقل عن أنه مرة عندما كان سئل عن هذا الموضوع وخاصة بعض الفلسطينيين قال أن الحركة الكردية تشبه كان إلى حد ما ذلك المتسول الأعمى الذي كان يقف أمام المسجد في السليمانية لأنه بحاجة ماسة إلى النقود ولا يسأل من أين تأتي هذه النقود. أليعزر تسفرير عمل مسؤولا لمحطة الموساد في كردستان العراق حسب ما يقول عام 74، وألف كتابا بعنوان أنا كردي. الأكراد في أوائل الستينيات اتجهوا إلينا حتى يطلبوا مساعدة مننا بناء على الوضع إنه ما كانش ولا ناحية في العالم حتى في العالم العربي بتقدم لهم مساعدة، وطلبوا منا لأنه نحن كشعب يهودي عارفين شو معناه العذاب خلال الأجيال وبنفهم عليهم، وقررنا أنه نقدم لهم المساعدة. إسرائيل تحاول أن تستفيد من تلك الثغرات، ولا أستبعد أنها حاولت أيضا الاستفادة من التناقضات التي كانت موجودة في العراق، وخاصة الحروب المدمرة وحروب الإبادة ضد الشعب الكردي من تحصيل حاصل أن تحاول إسرائيل. النتيجة الشعب الكردي لم يرضخ لهذه الأمور وبقي يعني ملتزما بالعلاقات العربية الكردية. هناك من فسر هذه العلاقة بعلاقة عمالة، لكن أصحاب العلاقة يرون غير ذلك. كلمة عميل عملاء ما فيش إلى محل بالموضوع، لكان علاقة مصلحة شعبية بين ثلاث نواحي. في المقابل هناك من يقول إن البارزاني كان قد حرص قبل ذلك على علاقات جيدة مع بغداد. موقفه موقف إيجابي، مثلا في وقت اللي دخلت الحكومات في حروب مع إسرائيل كان المرحوم البارزاني جمد الحركات ضد الحكومات، بإمكانه أن يشدد الأمر، وهذا يكون عامل مساعد للإسرائيليين ضد الحكومات العربية، ولكن كان بالعكس تماما. لما أعلن الحرب بين العرب وبين إسرائيل، البارزاني أمر بوقف القتال ضد الدولة العراقية، الحكومة العراقية، حتى لا تستغل هذا الموقف ضد الشعب الكردي. التوجه إلى إسرائيل ومنها إلى الغرب جاء بعد أن شعر البارزاني أن علاقاته مع بغداد من جهة ومع الشرق من جهة أخرى
لم تجد لقضيته نفعا. حاولنا ولا زلنا نحاول أن نكون مفهومين لدى الإخوة العرب، ولكن مع الأسف الشديد حقيقة الجيل الجديد تقريبا يجهل حقيقة الوضع الكردي، حقيقة عدالة القضية الكردية. هناك من لديه تصورات خاطئة تماما عن القضية الكردية وعن الشعب الكردي وكردستان. إحدى الأشياء التي ذكرها لي مثلا أنه حاولوا الاتصالات ببعض الدول المجاورة بما فيها دول عربية ولم يحظوا على الرد الإيجابي، وإن كان رأيه مثلا بموقف الزعيم الراحل عبد الناصر كان موقفا إيجابيا. وحتى عبد الناصر قال آني ما دام الأكراد ما يريدون انفصال فهم يختارون نوع العلاقة اللي مع الحكومة العراقية. أنا كل ما عندي. كانت له علاقات مع المرحوم جمال عبد الناصر، مع المرحوم الملك فيصل، مع المرحوم الملك حسين. كان له علاقات قوية مع هؤلاء الزعماء، ولكن في الحقيقة يعني أستطيع أن أقول أنه بعد وفاة هؤلاء انقطعت، خاصة بعد وفاة عبد الناصر. إذن نحن مع قصة علاقة بدأت مع الحكومات العراقية ومرت بدول المنطقة امتدت شرقا لتنتهي بالغرب. البارزاني أولا كان شخصية ذكية جدا ومحنكة ويفهم مجتمعه الكردي جيدا. لا أعتقد أن أي قيادة كردية أو قيادة أخرى كانت تفهم هذا المجتمع بالطريقة التي فهمها، ومن هنا كانت وبالإضافة إلى شخصيته الكاريزمائية، إلى تواضعه، إلى فهمه للعلاقات وطبيعة القيم والتقاليد الكردية التي عززت موقعه كقائد للأكراد إلى حد كبير، ليس فقط داخل العراق بل خارجه، حيث أصبح رمزا لهم. كل الإسرائيليين من الموساد ومن الجيش ومن الدكاترة رجعوا محبين للأكراد. لهالسبب كتابي اللي كتبته عن الموضوع أعطيته اسم أنا كردي. البعض يرى أن البارزاني من ناحية العلاقة كان سخيا ولم يغلق بابه في وجه أحد. أخبرني الأخ نظام الدين عبد الحميد أخو الدكتور محسن عبد الحميد، قال لي لما صدر حكم الإعدام بحق سيد قطب رحمه الله، ذهبت أنا مع وفد إلى حاج عمران للقاء مع البارزاني والطلب منه ليرسل برقية لعبد الناصر حول تخفيف الإعدام أو إلغاء الإعدام. قال لي ذهبنا إليه ولما ذكرنا له الموضوع قال لنا اكتبوا أنتم البرقية وأنا أوقع عليها. عرضوا عليه الأمر فسحب ورقة بيضاء كتب في نهاية الورقة اسمه وتوقيعه وقال لهم اذهبوا إلى برق وبريد أربيل فاكتبوا باسم ما شئتم. ولكن لسوء الحظ أن الوفد عندما كان في طريق عودته إلى أربيل فتح الراديو وسمع بنبأ تنفيذ حكم الإعدام بالشهيد سيد قطب رحمه الله. شخصية ملا مصطفى البارزاني فرضت نفسها على القضية الكردية، ليس في العراق وحده بل في تركيا وسوريا وإيران أيضا. جبو وك نتابع تمثيل خواب ببینه پیوستی پر زیاده به تکوشین آزادی کردستانی هبو و والایا ملا مصطفى بارزاني داگرد جبوه رولك هي كنا نلجأ إليه كما ذكرت وغيرنا. أعتقد حتى الحركة الكردية في تركيا وفي إيران كانوا يتواجدون حوله وكانوا يلجؤون إليه ويتلقون منه يعني النصائح والتوجيهات في كل وقت. أو يحس في كرداتي هي شو خوندواري شنو خوندواري بلا مصايب وبت صاني بت من خم مكو إنساني كرد بارزاني بصادة مشانك بارزاني بقديس شينة تويل ناس
القرى كانت الساحة المفضلة للبارزاني لتجواله واستعداداته القتالية والسياسية. المدن الرئيسية كانت خارج أهدافه العسكرية، ولم يحبذ السيطرة عليها في قتاله، حتى وإن كانت ميسورة له توفيرا لجهوده لحرب الجبال التي أجادها. كان يستفيد من أهالي هذه القرى للحصول على المؤن، وهم الذين كانوا يعتبرونه قائدا لهم دون منازع، ولا يبخلون في تلبية طلباته. والحاصل ملا مصطفى أو شريكة وردة ببيخواسي بيج مرجعها بو حتى أمن بشخص يكون شمسيها زازوتم لاصيقري والرويش بوشي إن بتعليل خانة بون لاصيقي برتا زوتي بفنجر همان لما بعت خلنا كده هنا ما لي تصميم كرد حزيز سلمي لستربو مقدم حزيز بو پیاوە کردنیەوە بیرنەما ئەوەیەکی بارزانی بوو تەسمیلم کردن 5,000 جوت 6 باریشم خاکی هینان 11,000 فیشەکیشم هینان تەسمیلم کرد. تطورت حرب البارزاني مع حكومات بغداد، أخذت تستخدم آلة إعلامية خاصة بها، إذاعة تشجع على الالتحاق بالثورة. دنجي كردستان عراق دنجي ككسر بدشمن شركاتو أي هنا تلرسة دنجي دلنياي رالا كجراوانا دنجي سربسيو. وجريدة توزع على المثقفين. وجد البارزاني طرقا لتمويل حربه. بدأ رجاله يبحثون في كيفية صناعة السلاح. شعرت الحكومات العراقية بضرورة حسم المشكلة قبل أن تتفاقم. حكومات فكرت في القضاء على ثورة البارزاني تماما، وأخرى رأت صعوبة ذلك وتحركت من أجل الوصول إلى حل وسط. الانقلابات في بغداد لم تكن تعطي المجال أمام حكومة ما لتصل مع البارزاني إلى شيء. سنة 63 كان معروف أن الحكومة سوف تدخل في مفاوضات مع السيد البارزاني، والمفاوضات اللي دخلت فيما بعد فترة من الثورة من الانقلاب كان من أجل تمهيد لدخول مفاوضات مع شركات النفط. وإذا احنا تفحصنا الفترات التي دخلت الحكومات في مفاوضات مع الثورة الكردية نشوف أنها موقوتة مع دخوله في مفاوضات مع شركات النفط للمطالبة ببعض الحقوق التي ما كانت شركات النفط تعطي للحكومة العراق. نعم صار تغيير بالحكومات، لكن سياسة اتجاه الأكراد ما تغير، لأن هالسياسة اللي خلاها سياسة ثابتة دائما ضد الحركة الكردية. لأن الحركة الكردية إذا صار شيء يأثر على الحكومة العراقية وكذلك يأثر على الدول المجاورة. رفاق قاسم في الانقلاب الأول انقلبوا عليه، أعدموه علنا مثلما كان قد أعدم قيادات عراقية من قبله. عبد السلام عارف اشتد في حرب البارزاني، حاول حسم المشكلة بالقضاء على حركته، لكنه قتل بحادث طائرة غامض.
نصف قرن من المواجهات بين الحركة الكردية المسلحة والحكومات العراقية في مرحلتي الملكية والجمهورية لم تتحول إلى حرب كردية عربية. بالرغم من الممارسات الوحشية بحق الشعب الكردي من قبل الأنظمة المتعاقبة ومحاولاتها المستميتة في سبيل استدراج الحركة الكردية والشعب الكردي إلى موقع الحرب العرقية أو إلى حرب عربية كردية، ولكنني أقول بكل ثقة إن الفضل في إفشال هذا المخطط يعود لشخص البارزاني، فكان يؤكد باستمرار على جميع مؤسسات الثورة والحركة التحررية الكردية يجب التمييز بين محاربة نظام قمعي، نظام دكتاتوري، والشعب العربي. كان هناك انتصار على لواء عراقي كامل، مئات من اللواء انقتلوا وضلوا مئات أسرى، ومولو مصطفى جمعهم في الميدان وعطاهم محاضرة كردية إنه ما فيش إلنا حرب ضد الشعب العراقي ونحن بدنا نعيش وبدنا حقوقنا، وتفضلوا دوروا لورا مع السلامة، لأنه خاف من الانتصار وعارف إنه بعده بده يعيش كأكراد كطائفة كردية بالنظام العراقي. عبد الرحمن عارف تسلم الحكم بعد مقتل شقيقه عبد السلام عارف. بحث عن صفحة جديدة من العلاقة مع البارزاني، فسافر إلى هناك للتباحث معه. يظهر أن عبد الرحمن عارف أراد أن يمزح أو يعمل له نكتة مع البارزاني. قال له: يا أبو لقمان، ماذا تريدون؟ ما هي مطالبكم؟ فرفع القرآن قال: هذا مطالبنا، طبقوا هذا القرآن، ليس عندنا أي مطلب. قال له: نحن في العراق عندنا يهود وعندنا نصارى وعندنا صابئة وعندنا يزيدية، يعني أراد أن يعتذر. قال له البارزاني: على كل، إن تطبقون هذا فنحن لا كلام لنا، وإن لم تطبقوا هذا فما تريدونه لكم نحن نريده لنا. لم يلبث في حكمه طويلا، فانقلب عليه البعثيون عام 68. بدا البعثيون جادين من أجل حل المشكلة الكردية في العراق. حل بالقرآن أنه ينهي الحركة الكردية اللي يمنا مصطفى ما يحارب ويتفاوض وياه ويعطيه حقه حتى بين الأكراد، وما يكون من ضد الأكراد أي حركة أو أي قتال. يلا أنا جيت الوزارة. رحت أنا القصر الجمهوري، كان الساعة 8 مساء، كان هناك اجتماع لمجلس قيادة الثورة. طلعوا من الاجتماع اجوا لغرفة سعدون غيدان، كانوا كلهم أحمد حسن بكر، صدام حسين، حردان تكريتي، عماش وقياديين الآخرين كانوا يجوا جلسوا. قال: أنا مستعد أوقع لك على ورقة بيضاء ودي للسيد البارزاني، شيء يريد أنا موافق عليه. قلت: هذا معناته أنت ما موافق على شيء، أنت تعرف كل شيء هو شيء يريد حكم ذاتي، يريد إجراء إصلاحات إدارية مالية اقتصادية ثقافية في منطقة كردستان. مفاوضات البعثيين مع البارزاني تمخضت عن مشروع للحكم الذاتي لكردستان العراق عام 70. قال: احنا ما عندنا معلومات كافية عن ماهية الحكم الذاتي، بإمكانك أن تقدم لنا فشي حول الحكم الذاتي؟ قلت: نعم بإمكاني، خلال يومين أقدم لكم فكرة عن الحكم الذاتي. دجنا للإذاعة فصدرنا في البيان أنه ينطالب الحكومة الجديدة بحكم الذاتي للأكراد، فهم وافقوا عليه مبدئيا. لكن المشروع اصطدم بعوائق أثناء التطبيق، فاستؤنف القتال بين الطرفين عام 74. بعض المراقبين فسروها بضغوط خارجية مورست على الطرفين. خلال هذه الفترة الحكومة العراقية كانت تتعرض للضغوط، والحركة الكردية كانت تتعرض للضغوط أيضا من نفس الحكومات. في نفس الوقت أردال إنونو اللي كان نائب رئيس وزراء التركي وأجود كان رئيس وزراء في فترات من حياته، حضروا إلى بغداد وطلبوا من صدام حسين عدم الاتفاق مع الأكراد
في نفس الوقت كان يجري الضغوط على الأكراد بعدم الاتفاق مع البعث. مضى مصطفى البارزاني في رحلة علاقاته الطويلة، وفي أوج تطور ثورته وصل إلى مسؤولين من الولايات المتحدة. وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر أشرف على هذه العلاقة. وقع اتفاق ولأول مرة بين الطرفين عام 72. انتظر الجانب الكردي أن يكون ذلك نقطة تحول في قضيته. When in 1972 the Americans made an agreement with him, he was very happy. He thought that it would allow him to achieve the Kurdish aims, you know, for autonomy at least, maybe for more. But what he did not know and what his advisors did not know was that the agreement was a secret agreement, and it was an agreement with the CIA, with a spy agency. It was not with the State Department, it was not an official agreement. So in 1975, when Saddam Hussein and the Shah of Algiers signed the Algiers agreement, he was very, very disappointed and he could not understand what happened. الاتفاق كان مع حكومة الولايات المتحدة. الاتفاق لم يكن مع جهاز معين. هنري كيسنجر كان وزير الخارجية وكان مستشار الأمن القومي. هو كان المشرف على العملية كلها وعلى إقامة هذه العلاقة. شخص الرئيس نيكسون هو الذي قرر إقامة هذه العلاقة. فيعني الجهة التي كانت تدير العلاقة CIA أو مجلس الأمن القومي أو فهذا التابع الأمر يعود إلى حكومة الولايات المتحدة. قال بأنه لولا الوعود الأمريكية لما وقعنا في الفخ، وربما كان بإمكاننا الحصول على صفقة أفضل مع الحكومة العراقية. استؤنف القتال. لأول مرة كان مالا مصطفى البارزاني يسيطر على ما يقارب من ربع أراضي كردستان العراق في جبهة قتالية مفتوحة تبدأ شرقا وتنتهي غربا. استمر ذلك سنة كاملة. توقع اتفاقية بين إيران والعراق في اجتماع للأوبك في الجزائر في 6 من آذار عام 75 قضى على الثورة الكردية. بموجب الاتفاق المذكور قدم العراق تنازلات في شط العرب ومواقع استراتيجية عراقية أخرى لإيران. في المقابل قامت إيران بغلق المنافذ أمام حركة البارزاني، وسمحت باستخدام العراق لأراضيها لتطويق مقاتلي البارزاني. الخيانة الكبرى هي جاءت من كيسنجر، مثلما هو قاد إقامة العلاقات قاد عملية الخيانية، عملية الغدر بالحركة الكردية. عندما قررت الولايات المتحدة قطع هذا أو إلغاء هذه العلاقة، وسمحت للشاه بعقد هذه الاتفاقية، اتفاقية الغدر والخيانة، اتفاقية الجزائر بين الشاه وصدام، الكل تنصلوا عن التزاماتهم وتعهداتهم وتركونا وحيدين نواجه ذلك المصير الصعب. فجأة انتهى كل شيء عند نقطة العلاقة مع الولايات المتحدة، وبقي الجانب الكردي مصدوما بما حدث. كثير من الوثائق تدل على أنه كيسنجر شخصيا هو حضر لمدة 24 ساعة إلى بغداد بشكل سري لوضع الخطوط الأساسية للاتفاق بين الحكومة العراقية وبين حكومة الشاه. وحكومة الشاه يعني هو أحد البنود هذه الاتفاقية، حكومة الشاه تسحب تأييده من الحركة الكردية، وفعلا سحب تأييده من الحركة الكردية بموجب هالشيء بعد ما حقق مصالحه. مسيرة علاقات البارزاني اصطدمت بنهاية مأساوية لم يكن يتوقعها، ففضل ترك ساحة المعركة لأجيال قادمة. وهو في محنته الكبيرة لم يفارقه الأمل في وصول الكرد إلى ما يريدون، حتى ولو كان ذلك بعد مماته.
قال لي سوف يأتي النصر، لكنني مشكوك فيما إذا كنت أبقى لكي أرى ذلك النصر أو لا، ولكنكم سوف ترونه. بعد تركه لكردستان العراق في طهران شعر البارزاني بمرض ينهش جسمه، رفض أن يعالج في إيران فنقل إلى الولايات المتحدة. كشفت الفحوصات أنه مصاب بالسرطان والمرض في مراحله الأخيرة. بارزاني في السنوات الأخيرة من عمري أصيب بمرض عضال يعني، فلذلك وضعه الصحي كان صعب جدا. يعني لو بارزاني كان على شبابه بالتأكيد كان يتخذ موقف آخر. ففي الوقت الذي كان يستلم العلاج، والعلاج بالأدوية الكيميائية كيموثيرابي يسموه، وراديشن ثيرابي أشعة، علاج أشعة، علاج جدا صعب على الجسم. يعني حتى شخص نصف عمر المرحوم البارزاني يمكن يعني في وقت العلاجات ما يمكن يتحمله، ولا يمكن أن يفكر بشيء آخر ما عدا العلاج والصحة. رحل ملا مصطفى البارزاني في الأول من آذار عام 79 بعد أشهر قلائل من سقوط شاه إيران، وفي وقت كان صدام حسين فيه على وشك تنحية رئيسه أحمد حسن البكر من الواجهة. ألغى صدام بعد ذلك اتفاقية الجزائر مع إيران، وبدأت حرب بين البلدين استمرت 8 سنين. السلسلة التراجيدية للأحداث أوصلت المنطقة إلى غزو الكويت عام 90، فأصبح الزمان عصرين، عصر ما قبل الغزو وعصر ما بعده. منطقة آمنة تشكلت بحماية دولية في شمال العراق تطورت إلى إقليم شبه معترف به عراقيا ودوليا يرأسه نجل ملا مصطفى البارزاني مسعود. قصتنا انتهت وشخصياتها رحلت. المكان هو المكان، والزمان يسير وكأنه لا يسير على لعبة أسسها معقدة، والأجيال لا تزال في انتظار الأمان.